غضب شديد جدا من السوريين والخلايجة وكل الناس في ذلك التعامل الحقير وذلك المشهد الأحقر من الإمارات، والتعمد في تصدير المشهد بهذا الشكل. دي بعض ردود الأفعال على هذا المشهد الحقير جدا جدا. سم باين في كل لقطة. هكذا تستقبل الإمارة هكذا تستقبل الإمارة اللقيطة العبرية وزير خارجية سوريا صاحبة الحضارة والعزة، والتي تأسس دستورها الأول قبل اقتطاع الإمارات من ساحل عمان ب50 سنة. حسبي الله ونعم الوكيل. استقبال معالي وزير الخارجية والوفد المرافق في هذه القاعة في دورة الإمارات العبرية أراه غير لائق أبدا. ومن مبدأ المعاملة بالمثل يجب استقبال أي وفد يزور سوريا بذات الطريقة التي يتم استقبال وفودنا بها. سم مرمى على الأرض، مرمى على الأرض. والله طلب منا تعليق على الإهانة التي تعرض لها وفد سوريا في الإمارات في طريقة الاستقبال والتصوير، والإجابة هي أنه بعد أن صدر من الإمارات ما صدر من إساءة وتحريض ولغة عدوانية وتصريح بالنية للتخريب، فإنه من رضي أن يذهب إليها بنفسه لا يحق له أن يعترض على تلك الإهانة. ده الدكتور سعد الفقيه المعارض السعودي البارز بيلقي باللوم على الخارجية السورية إنها قبلت تلك الدعوة المشبوهة للسياسة حساباتها الحقيرة أحيانا يا دكتور سعد. الردود لفتت نظرنا لاستقبال ابن مرات الأسد في الإمارات السنة الفائتة. الإمارات العبرية اللي أول ما بدأ الحراك الأخير في سوريا، البلد العبري اللي بيتقال عليه عربي مجازا وكذبا، بلد العبر الوحيد اللي كلم الأسد وأعلن دعمه ليه ووصف الإدارة الحالية اللي بيستقبلها بالإرهابيين، وخلى تونس وقيس سعيد البلغة في رجل الإمارات ينزل نفس البيانات هو والعميل في مصر، نفس الكلام. أفكرك إزاي استقبل شيطان العرب ابن مرات الأسد السنة اللي فاتت. المشهد فاضح على كل المستويات. ده استقبال ابن مرات الأسد ومرات ابن مرات الأسد في الإمارات. الأوساخ بيحنوا لبعض. على ذكر الإمارات واستقبال المجرم اللي استقبلته لوزير الخارجية السوري، المجرمين بشار ده كان مغرق الخليج بالكبتاجون.